ألمانيا ركضت خلفه ومورينيو ينتظره بعد المونديال. أشياء لا تعرفها عن قاهر بلجيكا عبد الحميد صابري. بطولات كأس العالم دائما ما تفرز نجوما في عالم كرة القدم، وأحدث هؤلاء النجوم كان عبد الحميد صابري، لاعب وسط المنتخب المغربي الذي نزل بديلا ضد بلجيكا واستطاع قلب المعطيات والموازين ومنح أسود الأطلس انتصارا تاريخيا يعود الفضل فيه للعمل الكبير من أجل الظفر بجوهرة جديدة لكرة القدم المغربية. لاعب أبكى الألمان ومورينيو دفعة واحدة. إليكم أشياء قد لا تعرفونها عن محطم قلب كيفن دي بروين. ابن جولميم البار. رغم ترعرعه في مدينة فرانكفورت الألمانية، إلا أن عبد الحميد ولد بدماء مغربية واكتسى بعلم المملكة في مدينة جلوميم التاريخية قبل هجرة أسرته إلى ألمانيا وعمره 4 سنوات فقط. وبعد بداية مسيرته الاحترافية في عام 2017 بقميص نادي نورنبرغ ولمعان اسمه كموهبة ألمانية شابة، تم استدعاؤه لتمثيل منتخب المانشافت تحت 21 عاما في شهر أكتوبر من عام 2018. لعب الصابري مع الفئات السنية للمنتخب الألماني، ولكن جذوره المغربية ودماء الأسود كان لها مفعولها. في عام 2020 حين نادى عليه المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش للمرة الأولى من أجل تمثيل الأسود، لم يتردد الفتى المغربي وينتظر كلمة من هانز فليك، وآثر ارتداء الألوان المغربية. لعنة الإصابات. كانت مسيرة صاحب 26 عاما لتنطلق بشكل مبكر، ولكن لسوء حظه تعرض لإصابات قاسية في مراحل مهمة في مسيرته. الإصابة الأولى حين تم تصعيده في عام 2017 للفريق الأول نادي نورنبرغ وابتعاده عن الملاعب ل10 أسابيع، ثم الإصابة الأخرى التي جعلت فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب تسريحه ويفسخ عقده في عام 2019 قبل أن يعضوا أصابع الندم عليه بعدما استعاد مستواه ولياقته بعزيمة وإصرار رفقة فريق دوسلدورف الذي حقق بقميصه الحلم وسجل أول أهدافه في البوندسليغا، وبعدها انتقل للملاعب الإيطالية لتكون محطة إسكولي ثم سامدوريا بداية معرفة العالم لاسم عبد الحميد صابري. مورينيو أهم المعجبين. وضع مدرب نادي روما جوزيه مورينيو اسم عبد الحميد صابري ضمن الأسماء التي يريد بها تعزيز تشكيلة الجيالوروسي في الموسم الماضي، ولكن فريق سامدوريا وفور سماعه بتلك الأخبار قرر تفعيل بند شراء عقد النجم المغربي من إسكولي ليتحكم في انتقاله إلى أي فريق، وبات على روما الآن التفاوض معهم من أجل ضمه عقب انتهاء منافسات كأس العالم. هدفه في بلجيكا كان متوقعا. من تابع أهداف ومهارات عبد الحميد صابري في الملاعب الأوروبية يجده مصوبا بارعا لديه موهبة فريدة في توجيه الكرة من مناطق بعيدة ولا سيما المخالفات والركلات الحرة، لذلك لم يتردد زملائه وخصوصا حكيم زياش في منحه فرصة تصويب الركلة الحرة ضد الشياطين الحمر رغم نزوله إلى أرضية الملعب قبلها بثوان فقط. وبين مئات البروفات والتسديدات الدقيقة والطائشة تجسد الحلم ونجحت أهم ركلة حرة في مسيرة الصابري وقهر شباك الحارس الأفضل في العالم.